واخويا فهيم، واخويا فهيم، واخويا فهيم. ياك لاباس؟ شنو كاين ودي؟ مالك على هاد الغوات؟ اعتق اخويا فهيم، واحد 4000 ريال عندي طار منها غير طريف صغير، ما بغى يقبلها مني حتى واحد. خلاص داري اخويا فهيم، خلاص داري هي اللي عندي باش غادي نجيب القفه لوليداتي. صافي صافي ما تبكيش، ملي طار منا غير طريف صغير كاين الحل ان شاء الله. تبع معايا الحلقه. عندك فلوس مقطعه باي سبب من الاسباب، يمكن لك تمشي تبدلهم وتاخذ وحدين جداد في بلاصتهم، ولكن بشروط. خاص يكونوا هاد الفلوس حقيقيين، زعما ما مزورينش، وكذلك ما خاصش يكونوا هاد الفلوس مقيوسين بشي صباغه او شي ماده مشبوهه ما كتحيدش، وما خاصش يكونوا هاد الفلوس بقى فيهم غير طريف صغير وتبغي تبدلو اقل من النص. الا ما كانش هاد الشيء كامل، كتاخذ البطاقه الوطنيه ديالك وفلوسك المقطعه وكتقصد بنك المغرب، وهما كيشوفوا واش يبدلوا لك الورقه النقديه او يعطيوك النص ديال القيمه ديالها على حسب المساحه ديالها. مثلا الا طار منها غير الثلث او اقل يردوها لك كامله. 4000 ريال يردوها لك ب 4000 ريال، 2000 ريال يردوها لك ب 2000 ريال، 1000 ريال يردوها لك ب 1000 ريال. الحالة الثانية، إما إلا كانت الورقة النقدية طاير منها النص يردوا لك غير النص ديالها، يعني 4000 ريال يردوا لك 2000 ريال، و2000 ريال يردوا لك 1000 ريال، و1000 ريال يردوا لك 500 ريال. أما الحالة الثالثة، إلا كانت الورقة النقدية بقى فيها غير واحد طريف صغير قل من النص، للأسف في هذه الحالة ما غاديش تبدل وما غاديش يرجعوا لك منها والو. أما بنك المغرب راه كاين المقرات ديالو في مجموعة من المدن الكبرى، كتشوف المدينة اللي قريبة لك وكتقصد بنك المغرب، وما يكون غير الخير إن شاء الله.